السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. الفيديو بتاعنا النهاردة بيتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو الفرق بين الحب والاحتياج. في ناس كتير بتفتكر إن الحب هو إنك ما تقدرش تعيش من غير الشخص الآخر أو الطرف الآخر، وإن يومك بيقف لو ما كلمكش، ومزاجك بيتلخبط ويبوظ لو اتأخر عليك. يعني وجوده في حياتك بيبقى شرط أساسي عشان تحس إنك بخير. لكن الحقيقة غير كده. الحقيقة إن ده مش حب، ده احتياج. الاحتياج إحساس جواك، خوف من الوحدة، خوف من الفراغ، خوف من إنك ترجع تواجه نفسك. الاحتياج بيخليك تقبل اللي ما ينفعش إنك تقبله، بتسكت عن اللي يوجعك، وتبرر الغلط اللي بيصدر من الطرف الآخر عشان ما تخسرهوش. الاحتياج بيخليك تتنازل عن نفسك واحدة واحدة لحد ما تلاقي نفسك بقيت شخص تاني، بقيت حد ما يشبهكش، بقيت بتعيش عشان ترضي الآخر، عشان يكون هو سعيد. لكن الحب شيء تاني خالص. الحب مش خوف، هو اختيار. الحب إنك تكون قادر تعيش لوحدك، بس تختار تكون مع هذا الشخص، مش عشان انت محتاجه، لكن عشان وجوده إضافة ليك مش تعويض ليك. في الحب وجود الطرف الآخر أو الشخص التاني في حياتك بيكبرك مش بيصغرك، بيخليك قوي مش ضعيف، بيطمنك من غير ما يأيدك، ويقرب منك من غير ما يلغي شخصيتك. الحب الحقيقي ما بيطلبش منك إنك تكسر نفسك عشانه، ولا بيساومك على كرامتك، ولا بيخوفك من الفقد إنك تفقده. الحب بيقولك خليك زي ما انت، أنا بحبك كده. في الحب مفيش سيطرة ولا تهديد بالبعد، في احترام ووضوح وأمان. أكبر فرق بين الاحتياج والحب، الاحتياج بيخليك تتعلق، لكن الحب بيخليك تطمن. الاحتياج بيخلي غياب الشخص عندك بالنسبة لك كأنه نهاية العالم، لكن الحب بيخلي غياب الشخص الآخر صعب، بس مش بيدمرك، بتقدر تتحمله. علشان كده قبل ما تقول أنا بحب الشخص ده، اسأل نفسك بصدق، هل أنا بحبه ولا أنا خايف أكون لوحدي؟ هل وجوده مريح ليا ولا أنا دايما ومعاه قلقان؟ هل معاه بحس إني نفسي ولا طول الوقت خايف أغلط وأخسره؟ لو لقيت نفسك بتجري ورا الحب أكتر ما الحب بيجري ناحيتك، راجع لإحساسك. يمكن يكون ده احتياج متعلق باسم الحب. الحب الصح ما يوجعكش، ما يكسركش، لكن بيعلمك ازاي تحب نفسك، وبعدها تحب اللي يستاهل. افتكر دايما انك مش محتاج حد عشان تكون انسان كامل، انت كده كامل. الحب الحقيقي هو اللي بيشوفك كامل ويحترمك ويختارك، مش عشان محتاجك، لكن علشان يستاهلك. اختار اللي يحبك وانت قوي، وانت واقف على رجليك، مش اللي يمسك في ضعفك. اختار اللي يضيف لقلبك الأمان مش القلق. افتكر دايما اللي بيحبك بجد مش بيحتاجك ضعيف علشان يفضل معاك، بيحبك قوي ومستقل وواعي. ولو العلاقة بتاخد منك أكتر ما بتديك، ولو وجودك مع حد محسسك إنك أقل،
يبقى ده مش حب، يبقى انت مع الشخص الغلط. الحب الصح مريح وواضح وآمن. افتكر ان دي الحقيقة حتى لو وجعتك، بس صدقني أريح من ألف علاقة غلط بتتعبك وتستنزف طاقتك وسعادتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.